السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد حماسي قوي قوي قوي، وهتتشجعي معايا كده. هنعمل غدا تحفة، وهنعمل تنظيفات كده في الريسبشن عميقة، وهنتشجع كده مع بعض. يلا بقى حطيلي لايك واشتراك لو لسه مشتركتيش، ولو اول مرة بتشوفيني انا امل، ودي قناتي ان شاء الله تعجبك باذن الله. هنقدم مع بعض محتوى حلو جدا هيشجعك، يعني هيشجعك. اول حاجة بقى انا النهاردة هعمل محشي. الروتين ده كان بتاع يوم الخميس. دخلت كده المطبخ، شغلت كده الكبة والخلاط مع بعض، وقلت ايه خليني انزل كده الاتنين قصاد بعض كده عشان انجز نفسي، علشان طبعا تلات ارباع حياتنا بقت جري جري كده. فنزلت كده الكبة وفرمت كمية البصل اللي انا عاوزاها للفراخ وللمحشي، وحطيت كده الخلاط برضو قصادي، ورحت فرمة الطماطم برضو اللي انا عايزاها، ورحت عامله بقى زي ما انتوا شايفين كده نص البصل بس، ورحت مسبكه كده للمحشي زي ما شفتوا كده. حمرت البصلايه ورحت حاطه كده نص كميه البصل التانية، سايباها يعني في الكبه، وكنت مقطعه بقى طماطم، وهنزل كده بملح وفلفل اسود وشويه من البابريكا، ولو عندي توابل فراخ هحطهم كده على بعض، ويعني حاجه بسيطه خالص، سكر علشان هعمل تتبيله للفراخ. وهبتدي ان انا اضرب كل ده كده في الكبه زي ما انتوا شايفين كده معايا، وهبتدي ايه ان انا اتبل الفراخ بتاعتي. الروتين النهارده يعني طويل وحلو وسريع، وبصوا فيه كل حاجه. كنت عايزه اعمل محشي كده وفراخ واكل كده حلو دسم كده اليوم الخميس، علشان تاني يوم الجمعه كنت عندي كذا حاجه هعملها، وكنت رايحه الجامعه بتاعتي، يعني عشان لسه يعني مخلصتش دراسه وكده. وكنت بقى عايزه اخلص كل اللي ورايا اليوم ده، فقلت ايه خليني اخلص كده الغدا اول حاجه، علشان طبعا انا مش بصحى بدري قوي بسبب ولادي وكده. لو اول مره بتشوفيني بقى، انا لسه يعني مامي، مش مامي جديده، انا مامي بقالي 7 سنين، يعني عندي بنوته بس. عندي توأم جديد، فمخليني بلف حوالين نفسي، فبعمل كده الحاجه كده بسرعه بسرعه زي ما شفتوا. تبلت الفراخ كده باول حاجه بالتتبيله اللي انتوا شفتوها دي، بره وجوه كده وفوق وتحت وبوكسات شمال ويمين. وبعد كده ايه حطيتها في الصينيه، وكنت مقطعه طماطم وفلفل كده احطه من على الوش، وممكن كمان تقطعي بصلايه وتفركي كل ده مع بعض بشويه ملح وفلفل اسود وتحطيهم. بس انا قلت انا كده كده حاطه بصل في الفراخ، فبلاش بقى ان انا احط بصل تاني عشان ما يبقاش البصل كتير. طبعا البصل غالي يعني. زي ما شفتوا كده حطيت كده الفراخ كده على النار، وحطيت لها معلقه من السمنه على الوش، وهغطيها واسيبها بقى ايه زي تاخد غلوه كده شويه، وبعد كده ادخلها الفرن. المحشي بقى طبعا لازم نقعد له في الارض. فرشنا بقى في الارض انا ولوجي بنتي، وقعدنا بقى نقور كده في الارض. وطبعا الاستاذ زين مشاركنا اللحظه ونايم جنبينا على البطانيه في الارض. بصوا اجواء المحشي والشتا دي تحفه. خلصت بقى تقوير كده، و قمت بقى علشان طبعا قعدة الارض دي مش هتاكل عيش. فقلت ايه لا خليني اقوم بقى، عشان يعني حسيت ان انا بطشت كده في الارض مش عارفة اعمل حاجة. طبعا كنت عايزة اعمل الخلطة عقبال ما انا تبلت الفراخ وحطيتها تتسبك، وقعدت قورت المحشي، كانت الخلطة اتعملت اللي هي التسبيكة. قمت بقى عملت الخلطة بتاعة المحشي زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا احشي. بصوا ان انا بحشي على المطبخ كده وانا واقفة احلى بكتير من الارض، لاني بعمل فرح كده حواليا. وكمان بحب اسند الحلة كده زي ما انتوا شايفين، علشان ارص المحشي بتاعي على طول، وتبقى الحلة قدامي كده متاحة كده، والرصة بتبقى حلوة جدا ونضيفة كده، وما فيهاش رز واقع ولا اي حاجة. رصيت كده الفلفل والبتنجان، هي الحلة كانت عميقة. وكمان كنت عاملة كوسة فرصيتها كده من على الوش، ما كانتش كتير، الكوسة كانت دايبة دوب وكانت حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين كده زودت بقى المحشي وحطيته واستوى، وغرفت بقى الاكل بتاعي القمر ده. وكنت عامله ملوخيه ولسان عصفور، وكان الاكل زي العسل. ما جبتش معاكم تفاصيل الاكل بالتفاصيل الممله، لان الملوخيه ولسان عصفور كلنا بنعرف نعملهم. والنهارده بقى انا عايزه اوصل لكم فكره ايه، ان انتي لو حابه تعملي مثلا اكل وتنظيفات وي وي والظروف حكمت بكده، هتقدري تعملي طبعا. لان كلنا يعني احنا الستات قادرين نعمل اي حاجه، وبنقدر نعمل كل حاجه. زي ما انتوا شايفين كده ده كان الاكل بقى بتاعي. كلنا بقى واتبسطنا الحمد لله، اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال.
وقمت بقى كده لبست وايه، قلت هصور بقى معاكم تنظيف الريسبشن، علشان الريسبشن عندي كان ميؤوس منه يعني. بصوا كان وحش جدا، مطرب قوي قوي. كنت عامله له تنظيفات عميقه من حوالي مثلا شهر، ما عملتوش، او شهر ونص، لا شهر. و... وكنا بقى كده بالليل، كان الجو ساقع جدا جدا، فقلت لا انا هقوم بقى، لو كسلت مش هعمل حاجه. كنت غاسله الستاير بتاعه غرفه الاطفال عندي ومطبقاها كده، شلتها من على الحبل طبقتها، وكنت غاسله كمان المفارش بتاعه الترابيزات والجزامه وكده، وكنت مطبقاها، فشلتهم بقى كده. دخلت الستاير وقلت ايه، انا كده كده بحب اعمل البلكونه مع الريسبشن، بس قلت لا خليني اعمل الريسبشن يبقى خفيف عليا عشان كبير، وفي نفس الوقت إيه يعني عشان ولادي وكده، عشان كل شويه بسيب اللي في ايدي وبروح ارضع واقعد وكده. فقلت لا خليني واحده واحده، اخف على نفسي وخلي البلكونه في يوم تاني. كده كده الجو ساقع جدا، مش هقدر افتح الستاير، انا قفلت الستاير كويس جدا، وفتحت كده البلكونه عشان تدخل هوا جديد. وانا بعمل كده اتنشط، مسكت اول حاجه الانتريه عندي، ورحت منفضه تنفيضه حلوه جدا، ومظبطه الكسوه كده عليه، وقلت احط الكوشنز. بالمناسبه انا جريت الانتريه وكنست من تحتيه، جريته على السجاده. السجاده المفروشه دي تقيله جدا جدا جدا، ما بشيلهاش الا كل فتره، لان تحتها بيبقى قشطه احلى من كانك مش فرشه حاجه، وفي نفس الوقت تقيلة قوي، لازم تشيلي الانتريه كله من مكانه عشان تبرميها، لانها تقيلة وناشفة وشتوي قوي. فشلت الانتريه كده، حطيته على السجادة وكنست من تحتيه ونضفت كويس قوي، وابتديت ان انا ارجعه تاني مكانه. وبعد كده هعمل بقى السجادة. قبل بقى ما اعمل السجادة انا خلصت كده الانتريه وظبطته كده، وشلت الكوشنز ونفضتها، وربطت الستاير كده زي ما شفتوا معايا، وهبتدي ان انا اعمل الارفف ديت. انا بحب اعمل جزء جزء واظبطه، واخش على الجزء اللي بعده، مش بحب اهيص الدنيا كلها واشيل كل حاجه من مكانها في وقت واحد. ليه؟ لان ده اتعلمته، لان يعني مع بالنسبه لولادي وكده ممكن اسيب اللي في ايديا فجأة، واسيب كل حاجه زي ما هي وما كملش بسبب ولادي وكده. فبحب اقول ايه، لا يمكن لما اسيب مثلا الحاجه دي ما اتعملتش، او اتعملت مثلا الجزء ده، ابقى كده خلصت انجزت حاجة يعني. زي ما انتوا شايفين بقى، عملت الجزء اللي هناك كده، ولسه بقى ما كنستش، عملت بس الانتريه وعملت التلميعات المطلوبة. جيت هنا بقى الجزء اللي هو التاني من الريسبشن، قلت اشيل السجادة. بصوا التراب كان مالي الدنيا، كمان بره مش بنقعد كتير، الا لما يكون في مثلا حد جايلي او ضيوف او كده، فمش بنقعد كتير. بس كنا اخر مرة كذا حد جالي وقعدنا بره، والدنيا اصلا البلكونه كانت مفتوحه باستمرار، فالدنيا كانت متبهدله. طبعا في الوقت ده انا ما قدرتش اشغل المكنسه علشان اللي نايم، واللي كانت الساعه برضو والوقت متاخر. فكده كده السجاده دي انا بحب قوي قوي اكنسها بالمقشه الخشنه. المقشه دي مش قادره اوصف لكم جميله جمال، هي ناشفه كده بلاستيك، وبتكنس بقى خشنه جدا، بتطلع بقى اي وبر في السجاده، اي شعر، اي حاجه واقعه بين السجاده دي مفرغه قوي، كلها كده غرزه من تحت، فتحسوا ان هي مش مجرد ان هي بتبقى متطربه، هي بالمناسبه مش بتتطرب خالص خالص، ومش بتشيل تراب. هي بس مشكلتها معايا ان هي مفرغة قوي، وممكن تشيل فتافيت يعني. لو بنتي قاعدة بتلعب بره بتاكل حاجة بتوقع، ابن اخويا ساعات بيجي ونلف وراه بقى بالاكل، بتوقع كده حاجات في النص كده. مسكت بقى السجادة كنستها كنسة، بصوا مش قادرة اوصف لكم، عدت عليها كذا مرة بس ما جبتش معاكم يعني عشان وقتكم. وحطيت كده، جبت الترابيزة كنت حطاها في البلكونة، وجبت كده الترابيزه وقلت خليني المعها. الترابيزه دي انا كنت حاطه ترابيزه غيرها، لو متابعيني من اول يعني او من زمان من القناه التانية، كنت حاطه ترابيزه سودا كده ازاز، كانت حلوه قوي وشكلها شيك، بس كانت بتلم تراب بطريقه بشعه يعني. لو لسه ملمعاها دلوقتي على اخر النهار تلاقيها اتطربت، فما كانتش حلوه خالص علشان كانت كلها ازاز في ازاز، والحاجات اللي فيها كانت سمرة كده، فطبعا الاسود بيلم تراب بطريقه يعني مش حلوه، وهي طبعا كمان قدام البلكونه، فكانت مش حلوه خالص الترابيزه دي. يعني كنت لسه جايباها جديد لجوه، فعكست، جبت اللي هنا وعكست، وكان اختيار صائب بصراحه. ونطقت المكان هنا قوي، الابيض مع الستاير مع الكوشنز الابيض في بيج في نبيتي يعني، كل ده نطق بعضه، فكانت حلوه قوي هنا، حسيتها احلى كمان من جوه. انا كنت جايباها لاوضه الليفينج، بس لا لقيتها هنا احلى.
لمعت كده زي ما انتوا شايفين بالبخاخة اللي معايا دي، فيها شوية كلوروكس و وميه وبس، وتقريبا مش عارفه خل او ايه، هي اصلا قربت تخلص. بلمع بقى بيها كل حاجه. حطيت كده المفرش، انا كنت المفرش غسلاه برضو مع الستاير، منه بيتوسخ برضو بسرعه لو حطينا كوبايه شاي او حاجه. وفرشت كده الجزء ده كده معايا، خلص كنست السجاده وظبطت الدنيا. والحاجات اللي باينه عند الناحيه التانية دي برضو هتتلمع وهتتمسح برضو معايا. جيت هنا عند الجزامة، مش قادرة اوصف لكم كل اللي في ايده حاجة على الجزامة دي بيحطها منها جنب باب الشقة. فمفتاح، وصل كهرباء، وصل قصدي مية، وصل اي حاجة، بطاقة التموين، البوك بتاعي، المحفظة، مفاتيح، اي حاجة. فكانت عليها حاجات كتير قوي وبرفانات. شلت كل اللي عليها وديته مكانه، وابتديت كده ان انا لمعها. وعلقت كمان المفاتيح، العلقة بتاعه المفاتيح اللي بتبقى جنب الباب دي برضو من احلى الحاجات اللي ممكن تحطيها. بتحفظ لك المفاتيح في مكان واحد، و يعني وشكلها حلو. حطيت كمان المفرش برضو بتاع الجزامة. المفرش كان عايز منسر شوية من الغسيل، كان عايز يتني، اصلا انا مش عامله له اوفر، فعايزه ابقى اعمل له كده. وفرشت بقى الجزء بتاع الجزامة ده، وحطيت كده ده صب بشغل عليه كده قرآن كريم، والمعطر والمبخرة، ودي البونبونيرة برضو لميت فيها كل الحاجات المهمة اللي انا بحتاجها جنب ايديا. وخلصتها كده. جيت هنا برضو على الجزء اللي هو فيه الترابيزة والكراسي ده، نفضت كده الكراسي، و وبرضو كان نفض الترابيزة واشيل كده الحاجات اللي عليها. بصوا الحاجات اللي موجودة في المكان ده مش متطربة، الحاجات نفسها قد الارض عندي منها مكشوفة شوية. السجادة اللي هي الناحية التانية دي صغيرة قوي في المكان ومكشوفة الارض، فالارض بتتبهدل بسرعة جدا عندي. فتحت الترابيزة والكراسي ده كان مش قادرة اوصف لكم، متبهدل جدا جدا. بشيل كده الحاجة كده من مكانها، وقبل ما بشيلها بلمعها واحطها بقى في الجزء التاني ده. هبتدي بقى ان انا هنا اكنس. بصوا يا جماعة، يعني الله يعين كل واحدة فعلا 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 على بيتها وعلى اولادها. آه كتير مننا بيوصل كده للمرحلة اللي هو حاسس نفسه ان هو ايه، زي مش عارف ايه، بيلف في ساقية. يعني من ساعة ما بنصحى لحد ما بننام بنفضل نجري نجري ما بين مذاكرة ومدارس، ومثلا لو حد بيودي تمرين والبيت والغدا والعشاء والاكل والاولاد حاجات كتير قوي، بنفضل كده نلف كده في البيت. بس سبحان الله بتيجي في الاخر بتحسي فعلا فعلا ان دي نعمة من ربنا. الروتين اللي احنا بنصحى نعمله كل يوم ده بيبقى نعمة من ربنا، غيرنا بيتمناها. فمهما تحسي ان انتي تعبانة وبتلفي كده وعمالة من هنا لهنا، افتكري ان ده دورك، وان ربنا خلقنا امهات علشان يعني خلقنا نستحمل. ربنا يعني ما بيحطش حد في حاجة الا هو عارف انه قدها. لما خلفت ولادي التوأم دول كنت تعبانة جدا وما زلت، يعني الحمد لله، وتعبت فيهم قوي قوي. فدايما كل اللي كان يكلمني يقولي على فكرة انت قدها. ربنا مش بيحط حد في حاجة الا لما بيبقى عارف انه هيشيل الشيلة فعلا وهيبقى قدها. فمهما كانت الظروف خليكي قوية. وان شاء الله الحمد لله، يعني الحمد لله اللي جاي احلى ان شاء الله. بصوا بقى، مسحت كده ولمعت كده الجزء ده وعملته كده بالمقشة الخشنة، وخليته كده زي الفل، ونشفت كده بالفوطة. بحب انشف بيها احلى من الشرشوبة، لان الشرشوبة يعني مهما تنشفي بتحسي برضو الارض يعني فيها مية، بالذات في الشتاء. عارفين لو في الصيف بمسح بيها كتير، انما في الشتاء بحب اعمل بالفوطة، علشان الفوطة بتحسسني ان ايه، آه ان انا يعني نشفت الارض كويس جدا. خلصت بقى ورجعت كل حاجة مكانها. حط بقى الفازة ديت وهبتدي بقى. الارض نشفت تماما، انا سبت الارض تنشف ودخلت اغسل المواعين علشان ايه، الارض تنشف براحتها زي ما شفتوا كده. هبتدي بقى ان انا افرش السجادة واخلي ايه الدنيا كده تبقى يعني زي الفل. عارفين احساسي في اليوم ده نايمة حاسة ان انا لا جبل واتشال من على قلبي. يعني الدنيا كانت بره وحشة جدا وعايزة اعملها. فمش شرط ان انتي تقومي تبتدي من اول اليوم ولا من الفجرية كده زي ما بنعمل،
لا عادي نضفي في اي وقت مادام الظروف سامحالك. وطبعا كان في جندي مجهول في الموضوع ده يا جماعة، وهي اختي. ربنا يا رب يبارك لي فيها ويخليها لي ويا رب وافرح بيها ان شاء الله. هي كانت قاعدة طبعا بالفريق القومي بتاعي جوه، فربنا يكرمها يا رب ويجازيها عني خير الجزاء. آه، لمعت كده باب الشقة برضو بس بعد ما خلصت خالص، ولمعت كده المرايات الديكور اللي انا حطاها دي برضو الناحية التانية. ومشيت برضو بالريشة على كذا حاجة كده في المكان بعد ما خلصت، لان وانتي برضو بتفرشي وانتي بتكنسي وانتي بتعملي ممكن التراب برضو يرجع يبهدل الدنيا تاني. زي ما انتوا شايفين كده خلصت بقى تلميعات، وابتديت بقى ان انا ايه هدي الدنيا. المشاية المركونة دي بتاعت الطرقة، هي جديدة. بس لسه يعني ما فرشتهاش، فرشتها مرة او مرتين وشلتها على طول. كان يعني كان في الصيف وكده، فقلت ايه خليها في الشتاء وكده افرشها. فلسه بقى هعمل الجزء بتاع الطرقة بالمطبخ. خلصت كده وهديت بقى الدنيا خالص وفردت الستاير. بصوا بقى المنظر مختلف طبعا مختلف. اتمنى يكون الروتين بتاع النهارده شجعكم. قومي كده وتحفزي، خلصي كل اللي وراكي في اي وقت، في اي وقت الظروف تسمح لك خلصي واعملي بالليل الصبح بالنهار. المهم تكوني ست بيت شاطره ونظيفه، وما تخليش حد يعدل عليكي خالص. وممكن اي ضيف يجيلك فجأة تبقى الدنيا عندك مش تمام. اتمنى يكون الفيديو حمسكوا كده وشجعكوا وقواكوا كده على على يقوي كل واحدة على شيلتها، ربنا يقوي كل واحدة على بيتها واولادها. وفعلا دي رسالة ورسالة كبيرة جدا. ودايما لما بكون تعبانة زوجي يعني يقولي ده ربنا جعل الجنة تحت اقدام الامهات، من تعب بقى وشغل البيت وتربية الاولاد وكل حاجة. فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله على كل حاجة في حياتنا، احمدوا ربنا على نعمة البيت والمأوى والستر اللي احنا فيه الحمد لله. بصوا الجزء بتاع باب الشقة ده انا حاطة كده حتة كده قدام باب الشقة، علشان اللي بيلبس شوز الصبح مثلا وهو نازل، اي حد بيلبس يعني وهو نازل بيبهدل الدنيا. حتى لو بيلبس بره برضك وهو بيجيب شوز من الجزامة بيبهدل الدنيا. فحاطة كده حتة كده بشيلها كل شوية وبنفضها علشان تحميلي حروف السجاد شوية. الكرتونة ديت انا كنت حاطة باسكت كده للشوزات بتاعت بنتي والشباشب والصنادل اللي هي بتنزل بيها. كنت حاطة باسكت كده بس كان مخرم برضو كان بيبهدل لي الدنيا. فلقيت الكرتونة دي صغيرة كده بتاعت حلة جديدة رحت حطاها، بتحط كده فيها الشوزات بتاعتها فبتنفع والله وحلوة قوي. قلت لحد لما اشوف بوكس كده نضيف كده يعني شكله حلو.